السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. يلا بقى النهارده نعمل سمك فيليه بطريقة تحفة. بس اعمل ازاي؟ بصي، طبقته بقى جميلة جدا وقرمشة تحفة. ممكن بقى تعملي جنبه كده شوية رز وشوية سلطة وشوية جرجير، لزوم الأكلة الحلوة ديت، وشوية زيتون من اللي احنا عاملينه مع بعض. يلا بقى جربوه، متنسونوش باللايك والشير. معايا هنا كيلو من الفيليه، انا غسلاه حلو ماشي. ومعايا هنا توم، ومعايا فلفل الوان، ومعايا عصير ليمون، ومعايا البهارات طبعا كزبره وبابريكا وكمون وشطه وملح. كل ده هنحطه على السمك بتاعنا. اول حاجه هنحط الفلفل الالوان والثوم، وناخدهم ضربه حلوه كده. بيطعم السمك بقى، بتحس ان انت بتاكلي حاجه كده. يا سلام يا سلام. هنحط بقى التتبيله دي كلها كده على بعضها، وهنزل عليهم بعصير الليمون، وهنزل بمعلقتين كبار من الكمون. السمك طبعا عارفينه اللي احنا هو بيحب الكمون، ومعلقه من البابريكا، ومعلقه من الكركم، ومعلقتين ملح صغيرين برضو عشان ما يبقاش حادق معاكي، ومعلقه من الكزبره. ودي اختياري بقى الشطه، عايزه تحطي حطي، مش عايزه بلاش. هنقلب بقى المكونات دي كلها كده مع الايه، مع الدقه الحلوه ديت، ونسيبهم شويه ايه، ياخدوا ايه مع بعض. معايا هنا طبق فيه كوبايه من الدقيق ونص كوبايه من النشا، ومعايا كمون ومعايا كركم، ومعايا ميه، ومعايا هنا طبق فيه دقيق. اول حاجه هنزل بكوبايه من الدقيق، وعليها نص كوبايه من النشا، ومعلقه من البيكنج باودر. بتخلي الطبقه بقى بتاعته مقرمشه كده وجميله جدا. معايا بقى هنا كمون معلقه، وهنزل معلقه من الكركم، واقلب المكونات دي كلها كده مع بعض. واجيب بقى الميه، وهعمل بقى ايه الخليط ده حلو كده. متخلوهوش تخين، يعني واحده واحده حطي الميه كده لغايه ما الخليط بتاعك يبقى يعني اللي انت عايزاه، يعني ما يبقاش المهم ما يبقاش تخين، يبقى سلس كده وجميل. ننزل بقى الدقيق كده كله مع بعض كده، بس كده. حلو قوي الصوم كده، لا تخين ولا خفيف. هجيب بقى قطعه الفيليه كده، وبطنها بالدقيق، ومنها للايه، للخليط اللي احنا عاملينه. واجيب طبق وايه، وارص فيه الحتت اللي انا بعملها. هنا برضو نفس الحكايه، ابطن برضو حته الايه الفيليه ومن الخليط والطبق. واجيب هنا طاسه فيها زيت، وبالراحه وانت بتحطي كده، ويا ريت ما يبقاش فيه اطفال معاكي في المطبخ ماشي. وخلي النار متوسطه مش عاليه عشان ما يتحرقش منك. بصي اهو. هجيب بقى مصفى وتحتيها كده طبق. انا بحب اعمل الحركه دي بصراحه بدل الايه المناديل. انا بحس ان المناديل برضو بتشرب ما بتشربش زيت ولا حاجه. كده انت بتصفي الزيت منه. بعد بقى ما نخلص الحاجات دي الطاسه التانية ديت، وخلي برضو النار تبقى وسط. بصي بقى اللون بتاعه عامل ازاي. عايزه بس اسمعك، والله القرمشه بتاعته جميله جدا جدا، وجميل جدا من جوه ومن بره تحفه. يلا بقى نزوقه كده بشويه بقدونس حلوين، وعملنا سلطه بقى والزيتون، وعملنا شويه رز كده جنبه. ايه رايك بقى؟ يلا بقى جربيه، ومتنسونيش باللايك والشير. اتمنى يا رب الفيديو يكون سهل وسريع على قلبكم يا رب. بس هعمل ازاي؟ اشوفكم على الف خير في رعايه الله حبايبي.